وقال لك غنعطيهم 300 درهم، كانوا يقبطوا مورا سنتين ديال التكوين 170 درهم، دابا غيردوا عليهم 300. واش هذا طنز؟ واش حنايا التضخم طالع للسما؟ واش كلشي ضرب في جوج في ثلاثه؟ اثمنه من مطيشه حتى المازوت حتى كل. رئيس الحكومه يكون هو اللي كيوزع البترول والغاز، هو الاول اللي كيستافد من تحرير هذه المادتين، وانه كيتغنى هو رئيس حكومه. لا بالعكس، خاصو يكون خارج الحكومه، ما خصوش يكون في الحكومه. اليوم تجي تقول لي غادي نعطيك الدعم تاخذ السكن، انا ما بغيتش انا نسكن، انا بغيت غير ولادي ياكلوا دانون يشربوا الحليب ونشري لهم خضيره ونشري لهم الديسير ونسافر بهم مولا يعقوب ولا نشوف واش غادي ندير. انا باغي غير نكري. عزيز اخنوش، السيد عزيز اخنوش هو قبل كل شيء رجل اعمال. وحنا كنقولوا بانه خاص الفصل ديال السلطات، ما خاصش تكون الربط ما بين السلطه السياسيه والسلطه الاقتصاديه والماليه. اليوم كاين تضارب واضح ديال المصالح، ما يمكنش انه رئيس الحكومه يكون هو اللي كيوزع البترول والغاز، وهو الاول اللي كيستافد من تحرير هذه المادتين، وانه كيتغنى هو رئيس حكومه. لا بالعكس، خاصو يكون خارج الحكومه، ما خصوش يكون في الحكومه. اليوم كذلك المعامل ديال تحليه المياه، وحنا بلادنا كتعرف واحد الوضع ديال اجهاد مائي خطير، ومحتاجين المصانع ديال تحليه المياه. علاش الشركه ديال واش ما كاين حتى مغاربه اخرين عندهم شي فلوس اللي غادي يحطوا دي دوسي باش هما يديروا تحليه المياه؟ القانون لا يمنعوا تضارب المصالح. ما يمكنش. هذا الوزاره اللي تحت منه هو اللي تيحكم، يعني تيحكم بين مزدوجتين، هو رئيس الحكومه، ولا بدا غادي يدوز الصفقه ديالو هي الاولانيه غادي تدوز. حنا ما عرفناش هذاك الشيء كي كيدوز، ولكن هذا الشيء ربط مسؤوليه سياسيه بالمسؤوليه اقتصاديه ما يمكنش تكون، لان ما يمكنلكش ما كاين لا محاسبه لا مراقبه. هذه الاولى. ثانيا مساله ديال الدوله الاجتماعيه. الدوله الاجتماعيه راه قلت لكم من اللي بدات كيحكم العالم هذه القطبيه الاحاديه ديال امريكا، هذوك اللي تسموا المحافظين الجدد اللي حطوا النظام النيوليبرالي الجديد، لو نيوليبراليزم، قال لك ما كاينش شي حاجه سميتها الدوله الاجتماعيه، لانه الصحه والتعليم العمومي وكذا كيستهلك بزاف الفلوس وخاص الدوله تزيد عليه. تجي حكومه ليبراليه هذه اللي عندنا اليوم وغاديه تنصاع التوصيات ديال المؤسسات الماليه وغرقت البلاد في المديونيه، تجي تقول لنا غنديروا دوله اجتماعيه، وهذا الطنز هذا. لان الدوله الاجتماعيه لا دوله اجتماعيه بدون مقومات. شنو هي المقومات؟ اولا خصها تكون ديمقراطيه. حنا ماشي في الديمقراطيه، حنا في ديمقراطيه الواجهه. حنا عندنا احزاب كيفرقوا في ليسات وكذا من هنايا ودايرين ضجه كذا كذا، كيطلعوا ثلاثه كيحكموا وتيترأسوا المجالس المحليه الجهويه البرلمان الحكومه. غير ما كاينه في بلاد او اكدز اش انتخابات حزب جا هو الاول في الانتخابات. لا، كاين التواطؤ السلبي ديال الحكومه ما كاينش تاقوا فيه المغاربه كاع ما تاقوا فيها، ما كاينش. هذه المساله ديال الثقه. كيفاش ما تاقوش؟ هو اللي جا الاول في الانتخابات. الله يخليك، شحال من واحد صوت في المغاربه بعدا راه العزوف الانتخابي طالع للسماء، الثقه ما كايناش. اليوم حنا قلنا راه بغينا نرجعوا 8 مليون ديال الاصوات كامله ما نحسبوهاش. 8 مليون ديال الاصوات. الله يخليك، حنا خصنا نشوف. هما جابوا منها شي 2 المليون. جابوا 2 المليون. علاش ما جابوش 2 مليون ديك المره؟ وذاك اللي كان جاب 1.5 مليون ما عرفت شحال جاب هذه المره. حنا راه عندنا انتخابات ماشي حره ونزيهه، هادشي اللي غادي نقولوا. وكمان الانتخابات اللي طلعتي فيها لا نبيله، يعني طلعتي بطريقه العساس عندي حدا باب الدار قال لي الساده حنا راه داونا في 7 الله ربحنا 10 بينا، صوتنا في جميع المدارس وجميع الاقسام بلا ميم كارت ناسيونال، عمرنا الصنادق هذوك صحاب اللي كيديهم دوك اللي باغيين الحزب ديال داك البرويطه ينجح والحزب ديال الشفنجه ينجح، هما اللي كيديو هذا الشيء. إلا سلمنا بهذا الامر، يعني حتى هذوك اللي كيقولوا اليوم بان نبيله منيب لا تستحق مقعدها البرلماني وغيعطاوها البرلمان ومقعد البرلمان باش تسكت، غنصدقوا هذه الاطروحه حتى هي. دابا انا ساكته. هذا الاول. ثانيا انا جاوبني بلا قبل ثانيا انا نجاوبك لانك اليوم كطعني في نزاهه الانتخابات. حنا مركز مستقل ديال الدراسات قال بانه اشرف وانظف واحسن حمله هي الحزب الاشتراكي الموحد. يلا كاين شي حاجه ما عندنا حنا، لا بنعطيهم فلوس ولا ما نمشيوهم. في 2016 وما طلعتيش، ما طلعتش حيت ما عجبتهمش بزاف ديك الساعه. كاين بعض الناس قال لك راه ما يمكنش، راه على الاقل شي 10 المقاعد. وشنو تبدل من 2016 ل 2000؟ راه تخيلوا معايا في مدينه الدار البيضاء انا ترشحت 12 ديال المقاعد، تم الاعلان ديال على 11 المقاعد كلهم، حتى واحد ما دار الحمله. انا بوحدي درت الحمله في لو غران كازابلانكا، ما خليت لا بن حمد ولا مولاي بوعزه ولا كذا، والناس كيستقبلوني مزيان وكيصوتوا ومشاو كل شيء. وحدي اللي درت الحمله قداشنا هي، كاين اللي داروا حتى هما حملات قليله، كل شيء نجح 11. بقينا انا كنتسنى يومين باش يقول لك واش منيب تنجح واش ندوزوها ولا ما ندوزوهاش. راه صدعت لهم معلومه انا ناجحه،
علم ناجحه والناس كدير فيها الثقه وصوتوا عليا، ولكن الجهات اخرى كانوا كيتسناو يشوفوا. وعلاش ما نقولش ان عزيز اخنوش حتى هو ناجح والحزب ديالو حتى هو ناجح وهو اللي جا الاول؟ نجح بهادو اللي تقبضوا دابا بالملفات ديال المخدرات، نجح بالناس اللي كترافيكي لي تيكي في قطر، نجح بالاميين. كيفاش نتهم؟ ما عرفهمش مسكين. علاه انت ملي كيترشح انا امينه ملي كنت امينه ديال الحزب كل واحد غادي يترشح كنعرفوه شكون هو. ودابا ما عرفش في الحزب مالين الدكتوره رشحنا مال الحزب ديالو. لا هو ديالو، هذوك اللي معاه اللي طلعوهم اللي طلعوهم سمح لي، هادو الناس اللي طلعوا خصو يكون عارفهم كيفاش دايرين كلهم. راه مجموعه واخا كان دار انجازات غير مسبوقه. بلاتي نقول لك الانجازات غير مسبوقه واخا مزيان. اولا هذا رئيس حكومه جاب واحد تصريح حكومي، جا النهار الاول قال غادي نديروا 4.5% ديال التنميه. بون قلنا جات كوفيد، جا الكساد الاقتصادي، جات حرب اوكرانيا، بعد منها هذا وداك سميتو هذا الشيء. علاش ما التنميه ما طلعتش؟ قال لك اسيدي غنخرج مليون ديال المغاربه من الفقر. الدائره ديال الفقر بالشهاده ديال المندوبيه الساميه للتخطيط غاديه وكتوسع، الفوارق الاجتماعيه والمجاليه والمناطقيه غاديه وكتوسع، ظروف اقتصاديه استثنائيه والجفاف وما كاينش الماء. هادشي اللي قال الجفاف هو كيقول الجفاف، ولكن قبل الجفاف، حيت الجفاف راه واحد المعطى بنيوي، كل 100,000 سنه كيكونوا داك الدورات ديال البروده وديال السخونه. حنا دابا راه دازت هذاك الشيء ديال السخونه، حنا راه غاديين فيه ماشي مشكل فيه. لا نبيله مولى انه عزيز اخنوش جاب الدعم الاجتماعي المباشر و500 درهم لكل اسره، ممكن تكون حتى 1200 درهم. ما يمكنش نفي ان عزيز اخنوش جاب اليوم مشروع ديال الدعم في اقتناء السكن 10 المليون لكل اسره الا كان قل من 30 مليون، 7 المليون الا كان ب 70 مليون ولا اقل. انه دار الزياده في الاجور 10%، 5% العام اللي فات، 5% هذا العام، وزياده في السميك وفي السماك. زياده تاريخيه في اجور الاساتذه كيف كيقولوا هو انها 30%. هادشي كله دابا عزيز اخنوش. عزيز اخنوش حتى هو كرئيس ديال الحكومه عطل العجله ديال الديمقراطه ديال البلاد وديال التنميه الحقيقيه. حنا ما يبقاش نديروا امام علوم. تقول لي انا غادي نعطي الناس 500 درهم ونعطيهم 1000 درهم. واحد العدد ديال الناس عايشين في الفقر المدقع. راه الجائحه ديال كوفيد بينات بان 25 مليون ديال المغاربه محتاجين للدعم، دعم سبستانسيال. اما تجي تقول لي غادي نعطيك الدعم تاخذ السكن، انا ما بغيتش انا نسكن، انا بغيت غير ولادي ياكلوا دانون يشربوا الحليب ونشري لهم خضيره ونشري لهم الديسير ونسافر بهم مولا يعقوب ولا نشوف اش غادي ندير. انا باغي غير نكري. علاش هذه الدوله ما دايراش السياسه ديال دور للكراء بثمن اللي هو ماشي كل شيء غادي يشري؟ لان ملي كتدخل في واحد القضيه ديال تشري تقتني السكن غادي تنقص من الحليب ودانون، الدراري غادي يبسوا وانت جالس كتخلص في الحجر اللي غادي تخليه هنايا. هذه الاولى. ثانيا هذا الدعم، الا خديتي واحد الدعم، كاين واحد الدعم قال لك غادي نعطيو 1000 درهم مسنين، ما عطاوهمش، ما قبطوا حتى حاجه. هذاك الدعم اللي كيقبطوه بعض الاسر على وليداتهم ما غيتزادهمش، حيت ما قال لك اللي عنده وصل ل 500 براسو، اللي قل من 500 نزيدوه يوصل ل 500، واللي قل من هذا نقدروا نزيدوه. الاطفال في وضعيه اعاقه كتعرف بانه الدوله رامياهم على الاسر ديالهم، واحد العذاب اليم ما كيتصورش، واحد التكلفه كبيره. ودابا قال لك غادي يزيدوهم 300 درهم. واش 300 درهم غادي توقف لي انا الولد اللي هو معوق وهذا؟ خاصني انا ماشي هذه الكلمه، لانه فيه وضعيه اعاقه، هذه هي الكلمه الصحيحه، ماشي حتى الاحتياجات الخاصه. كيقولوا الاشخاص في وضعيه اعاقه سواء ذهنيه او جسديه او اذا انا كنظن بانه كاين واحد العدد ديال الامور اللي هي دارت بحال هكذا في حين اشنو دار عزيز. اسمح لي تقول لي الرفع من الاجور العام اللي فات قال لك غادي نصلحوا الضريبه حنايا، حيت باش نخلصوا المشاريع وداك الشيء خصنا فلوس، ندخلوا فليسات. باش ندخلوا فليسات خصنا اولا نراجعوا ونصلحوا النظام الضريبي. درنا واحد العدد المناظرات، عطاتنا توصيات حتى حاجه ما طبقت. العام اللي فات قال لك غادي نبداو في الاصلاح، نصلحوا الضريبه على الشركات اللي كتربح 100 مليون سنتيم في العام واللي كتربح 10 مليون، هادو كانوا كيخلصوا 30% وهادو 10%، جمعوهم كله في 20. اذا اللي صحابهم شويه اغنياء ولا باس بهم هبطوهم ل 20، وهذاك اللي ما كيربحش بزاف طلعوه ل 20. كي داير هذا الشيء؟ هذا هو الاصلاح ديال الضريبه على الشركات. وكان المفروض انهم يصلحوا ذاك الساعه الضريبه على الدخل، حتى هي يكون ضريبه تصاعديه، الناس اللي عندهم دخل قليل ما يخلصوش، والناس اللي عندهم على حسب الدخل. هذه قال لك حتى العام الجاي عاد غيديروه، في حين هذا العام طلعت التيفيا. عزيز اخنوش استفد من ديزاكور تاسيت بينه وبين الشركات ديال التوزيع في المغرب، وربحوا بلينات. دارت لجنه في البرلمان ولقاو بانه ذاك الساعه ربحوا 17 مليون فاصله 5 كذا ديال مليار دولار. دابا وصلنا ل 100 مليار.
جا مجلس المنافسه القديم قال لهم راه خصكم تخلصوا كذا 9%، حيدوا الرئيس وحيدوا التقرير. دابا الرئيس ديال المجلس ديال المنافسه رجل نزيه ما كاين باس، ولكن خرج واحد التقرير كيقول خصكم تخلصوا كاملين هما مليار فاصله 8. واش انا نربح 100 ونخلص 1.8 وتقول لي زدتي 4000 ريال لهذاك الاستاذ اللي كان كيقبض 170 درهم رديت عليه 300؟ تضارب المصالح وتداخل السلطات كيعاونوا الناس بور فيفوتي بور سورفيفر. رجل اعمال الفقراء بور سورفيفر، نقول لهم زدناكم. هذيك هي الزياده اللي ما غتخرجنيش من الفقر. يجب محاربه الفقر. سمح لي، حتى ملي دارت المبادره الوطنيه والو احسن لي نوض نقفض كمامي ونخدم انا في المارشي ونربح انايا باش نوكل ولادي، تبقى انا نتسنى فيك انت غادي ترفع من الاجر ديالي. راه كتعرفوا بان السياسه ديال تجميد الاجور من ضمن السياسات من اجل انك تطوق الناس ودير لهم القيود. راه الاساتذه علاش الاساتذه بحال الاعداء ديال الدوله؟ علاش كتنقص لهم الاجر باش يبقى هو غير مضارب، واش يشري بطاطا وخيزو ولا يشري مطيشه ولا كيفاش غادي يدير باش يلاقي الشهر باش يدير؟ اذا انت كتعمل على تفقير الناس، كتعمل على تجهيل الناس، لانه ملي ما كتجيبش الاطر الكافيه باش هذا تعطي الاستاذ تعطي 70 تعطي 40 الناس في القسم غادي تكون المردوديه. ولهذا انا بالنسبه لي ما صرح به رئيس الحكومه في البدايه ديال الولايه ديالو غندير 20% ديال النساء النشيطات غنقنوهم 30%، غندير. ما كاينش الدعم اليوم. حتى هذاك البرامج ديال الاوراش فاشله، البرامج ديال